فيلمنا بيبدأ مع جيسون مهندس ذكي جدا بيبقى واقف على البحر بيصطاد. وقتها بيلاحظ عاصفة بتقرب على المدينة، فبيقرر إنه يرجع للبيت. وفي الطريق بيسمع في راديو العربية تحذير من الأرصاد إن في عاصفة قوية هتقعد كذا يوم، ولازم محدش يخرج من بيته النهاردة بالذات. بس أول ما بيوصل البيت، مراته اللي اسمها أنا وولاده الاتنين رو وجرام بيطلبوا منه إنهم يخرجوا يشتروا شجرة الكريسماس بسرعة قبل ما العاصفة تقوى، وبيفضلوا يزنوا عليه كتير جدا لحد ما بيوافق. هو بيدي لجرام مفتاح العربية عشان يقعدوا ويستنوا فيها على ما أنا تخلص لبس. لكن لما جرام بيجي يفتح الباب بيلاقيه مقفول مش عايز يفتح خالص. فجيسون بيقول لهم ابعدوا أنا هفتحه، بس لما بيجي يجرب الباب برضه مش بيفتح. فبيقول لهم خلاص، انتوا جربوا تخرجوا من الشباك وأنا هروح أجرب الباب بتاع الجراج. لكن برضه مش بيعرف يفتحه. هنا بيحس إن في حاجة غريبة، فبيرجع وبيحاول إنه يكسر باب البيت، بس الباب ما بيحصلوش أي حاجة. فجيسون بيتعصب وبيقوم جايب حاجة يكسر بيها إزاز الشباك، وفعلا الإزاز بيتخدش، لكن مهما حاول يكسر فيه مش بيتكسر. فبيقرروا إنهم يتصلوا بالشرطة أو بأي حد يجي يساعدهم. لكن الغريب إن الشبكة والنت بيكونوا قاطعين، فبيروحوا يقفوا عند الشباك عشان يجربوا يطلبوا المساعدة من جيرانهم. لكن وقتها بيلاحظوا إن كل الناس اللي حواليهم محبوسين في البيت زيهم. فجيسون وأنا بيقولوا إن طالما المشكلة عند الكل فأكيد الشرطة هتيجي تساعدهم، ومفيش قدامهم حل غير إنهم يستنوا. لحد ما فجأة بيشوفوا سوزان مرات جارهم وهي بتتمشى في الشارع، لأنها الوحيدة اللي كانت بره وقت العاصفة. فبيفضلوا يخبطوا على الإزاز عشان تسمعهم، وهي أول ما بتعرف إن كل جيرانها محبوسين في البيت بتجري عشان تطلب المساعدة. وقتها هما بيطمنوا شوية، وجيسون بيلاحظ إن واحد من الجيران بيحاول يتواصل معاه، فبياخد البورد بتاعت بنته وبيكتب عليها، ودي بتبقى طريقة التواصل بينه وبين الجيران. وفي واحد منهم بيكون شايف إن الحكومة اخترعت تقنية جديدة هي اللي حبساهم. فجيسون بيستغرب وبيقول له حتى لو الحكومة عملت كده فليه يعني؟ فالراجل بيقول له ممكن عشان تحمينا. وبيفضلوا على الحال ده طول النهار، لا الباب بيتفتح ولا في حد بيجي ينقذهم. فبيبدأوا يخافوا، ورو بتقول لجيسون إن كل ده بيحصل بسبب المطر. فجيسون بيستغرب وبيسألها انت ليه بتقولي كده؟ فرو بتقوله إن المطر كان شكله غريب النهاردة، لكن جيسون مش بيهتم بكلامها لأنها مجرد طفلة. وبعد ما بيطمن إن كلهم ناموا، بياخد الشنيور وبيحاول إنه يخرم الباب، لكن كل خرم كان بيعمله ما كانش بيقدر يشوف منه حاجة بسبب مية المطر. فبيجرب إنه يكسر حيطة في الباب، وساعتها أنا بتصحى على صوته وبتسأله أنت بتعمل إيه؟ فجيسون بيقول لها بصي على الحيطة مهما حاولت أكسر فيها مش نافعة، زي ما يكون المطر مغلف البيت من بره، وتحسي كأن اللي بيحصل ده مش من صنع إنسان. فأنا بتخاف وبتنبه عليه إنه ما يتكلمش قدام الولاد عشان هم خايفين بما فيه الكفاية. بعدها بيعدي اليوم الأول، وبيصحوا يجروا على الباب على أمل إنه يكون فتح لوحده، بس من غير أي فايدة. وجرام ورو بيقولوا لهم إحنا جربنا نفتحه كتير قبل ما تصحوا بس معرفناش. ساعتها أنا بتطلع كل الأكل اللي في البيت وبتخليهم يساعدوها عشان يقسموه ويعرفوا هيقعد معاهم مدة قد إيه. وجيسون بيقول لهم إن كده الأكل هيكفيهم شهرين، ولو ضغطوا على نفسهم قوي ممكن يوصل ل3 شهور. وأكيد يعني مش هيفضلوا محبوسين شهرين بحالهم ولا إيه؟ ومن بعد الكلمة دي بقى الأيام بتبدأ تكر، يوم ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، لحد ما بنوصل فعلا لليوم الرابع وهم على نفس الوضع ميتين من الزهق. كل واحد خايف بس مش عايز يبين للتاني. فجيسون بيقرر إنه يعمل حاجة جديدة، فبيعلم ولاده إزاي يقطعوا السمك. وأنا بتقوم واخدة العصارة بتاعة الطماطم وبتصفيها عشان تاخد منها البذور بتاعتها وتزرعها لو احتاجوا. بعدها بقى بنوصل للأسبوع التاني، مفيش أي حاجة اتغيرت، بس بنلاحظ رسومات غريبة الرو عن المطر وهو طالع منه أشخاص غريبة. ولما بتبص على الإزاز بتلاقي المية مش بتقع لتحت، دي بتمشي وبتتشكل مع إيديها. أما جيسون فبيشغل لهم أغاني وبيخليهم يقوموا يرقصوا معاه ويغيروا الجو الكئيب اللي هم فيه ده شوية. وكمان بيحتفلوا بالكريسماس وبيتفرجوا على جيرانهم من الشباك وهم بيرقصوا مع بعض. وبيعدي الشهر الأول، وبرضه رو بتبقى قاعدة جنب الشباك وبتشوف حاجة بتتحرك، فبتقول لأخوها بص أنا بشوفهم كتير ودايما بيجوا يزوروني. فجران بيستغرب وبيقول لها قصدك على مين؟ ولما بيجي يبص من الشباك بيلاقي حاجة بتتحرك فعلا، بس بيقول لها ممكن يكون حيوان مش أكتر. وفي نص الشهر التاني بقى بتبدأ الناس تموت جوه البيوت من قلة الأكل. ولما جيسون بيشوف المنظر ده بيحصل له صدمة، ومش بيرضى إنه يخبي على ولاده الحقيقة أكتر من كده، وبيقول لهم إن فعلا جيرانهم ماتوا. وبالليل روب بتقلق على صوت المطر، فبتخرج من أوضتها ووقتها بتسمع صوت تاني جاي من بره البيت، فبتروح تفتح الستارة.
ساعتها بتشوف جارتهم سوزان وهي بتجري عليها عمالة تزعق وبتقولها افتحيلي بسرعة. فروب بتترعب وبتصرخ. فجيسون وأنا بيصحوا على صوتها، وأول ما بيشوفوا سوزان بيتصدموا لأن شكلها كان غريب جدا، مليانة طين وكمان مبلولة. وبيفضلوا يقولوا لها إن الأبواب مقفولة، مهما حاولوا مش بتفتح. فهي بتحذر أنا وبتقول لها ما تخليهمش يشوفوكي، طول ما الدنيا بتمطر غطي شبابيك البيت كلها لأنهم جايين على هنا. وفي اللحظة دي في حاجة بتشد سوزان، ولما بيركزوا بيشوفوا وحش بياكل جثتها. فجيسون بيروح يقفل الستاير كلها بسرعة من كتر الرعب، وبيتجمعوا كلهم بعدها على الترابيزة. وجيسون بيطلع كل رسومات رو وبيبص عليهم، ورو بتقول لهم إنها شافت الكائنات دي كتير، بس دايما كانوا لطاف معاها مش زي النهاردة. فجيسون بيتفق معاهم إن من النهاردة مفيش ولا ستارة هتكون مفتوحة وقت المطر. بعدها بيعدي كام يوم على الحادثة دي، ورو بتحب إنها تسلي نفسها شوية، فبتتشعلق في السقف وبتفضل تلعب لحد ما فجأة حيطان البيت كلها بتتملي شروخ، والفتحة بتاعة المدخنة بتتكسر وبيشوفوا السما منها. بس المشكلة إن الفتحة كانت صغيرة جدا، أصغر من إن أي حد يعدي منها. وفي اللحظة دي الكلبة بتاعتهم بتموت. فجيسون بيزعل عليها قوي، وأنا مش بتكون عارفة هتودي الجثة فين. فجيسون بيقولها ما تقلقيش أنا هتصرف. وتاني يوم بتصحى بتلاقيه مقطع الكلبة وحاططها في أكياس في الفريزر عشان مش هيعرفوا يدفنوها. وبالليل المطر بيرجع ينزل تاني، فبيقفلوا الستاير كلها، لكن روب تنسى تاخد النبتة بتاعتها من عند الشباك. فبتروح تفتح الستارة عشان تاخدها، وهوب فجأة الوحش بيلقطها وبيهجم على البيت. لكن جيسون بيهديهم وبيطلب منهم ما يطلعوش أي صوت لحد ما الوحش يمشي. وده فعلا اللي بيحصل، واليوم بيعدي على خير. بعدها بيعدي 3 شهور، والوضع في البيت بقى صعب جدا. الأكل بيخلص وحالتهم النفسية بقت زي الزفت. وأنا بتتخانق مع رو عشان عمالة تصرخ وتقول لهم إنها جعانة، وأنا بتقول لها إن مفيش أكل كفاية. فرو بتجري على التلاجة عشان تاكل أي حاجة منها، لكن أنا بتمنعها. ساعتها رو بتعيط وبتطلب منها تسمح لها تبص بس على الأكل ومش هتاكل منه حاجة. فجيسون بيقول لأنا تبعد عن التلاجة، وأول ما رو بتفتحها بتلاقيها أبيض مفيش فيها حتى إزازة مية. كل الأكل اللي في البيت خلص، مش متبقي غير الطماطم اللي زرعوها. فأنا بتدخل أوضتها وهي مقهورة وخايفة جدا، وجيسون بيلحقها عشان يهديها، بس أنا بتكون جابت آخرها وبتقوله إنهم هيموتوا من الجوع. فجيسون بيتعصب وبيقول لها إنه مستحيل يسمح لعيلته إنهم يتأذوا مهما حصل، وبيطلب منها إنها تثق فيه لأنه هيحاول يلاقي حل في أسرع وقت. في اللحظة دي جرام بيدخل عليهم وهو مقطع السمكة بتاعته بنفس الطريقة اللي جيسون علمها له، وبيقول لهم إنها ممكن تسد جوعهم النهاردة. فبيحضنوه هو وروح وبيطمنوهم إن كل حاجة هتبقى كويسة. تاني يوم جيسون بيروح للمخزن وبيحاول يفكر في طريقة للخروج من البيت، وفجأة بتجيله فكرة مختلفة وبيفتكر سقف المدخنة المكسور. فبيقوم عامل مصيدة ورابطها بحبل وحاطط فيها جزء من الكلبة بتاعته، وبيرمي المصيدة من بره المدخنة وبيستنى. فجأة بيظهر ثعلب، فجيسون بيقفل عليه المصيدة وهو فرحان قوي وبيفضل يشد في الحبل، لكن الحبل بيتقطع منه. بس ده مش بيخليه ييأس، فبيدخل المخزن من تاني وبيقعد بالأيام لحد ما بيعمل مصيدة تانية، والمرة دي بيربطها بخرطوم المية وبيرميها. وبعد كام ثانية بيظهر حيوان تاني وبيدخل المصيدة، فجيسون بيشد وأنا والولاد حواليه عمالين يشجعوه، بس هو بيشد المصيدة بتتعلق في سقف المدخنة. فجيسون بيفضل يشد لحد ما المصيدة بتقع على الأرض فاضية. وفي وسط صدمتهم فجأة الحيوان بيقع هو كمان بعد ما اتزحلق وهو بيهرب، فبياخدوه وياكلوه كأنهم ما شافوش أكل قبل كده. بس الأهم من ده إن الأمل بيكون رجع لهم من تاني بعد ما لقوا طريقة يجيبوا بيها الأكل. وأنا بتبدأ تشيل الأرضية بتاعة البيت لحد ما توصل للتربة، وبتزرع كل الخضار اللي ممكن يتزرع. وبيفضلوا على الحال ده شهور لحد ما الكهرباء بتقطع خالص، وجيسون بقى معتمد على الصيد وواخده كهواية ليه عشان يسليه، لدرجة إنه بيخلص على نص الحيوانات اللي في البلد. بعدها بيعدي 5 سنين بحالهم، وبيبان إن كل حاجة اتغيرت. أنا وجيسون ابتدوا يكبروا، حتى جرام بقى مراهق، ورو بقت تتنطط لهم في البيت زي طرزان، وعاملة كتاب سري رسمة فيه كل الأحداث اللي عاشوها ومخبياه بعيد عن باباها عشان بقى بيتضايق من رسوماتها عن الوحوش. أما بره فالوضع بيكون لسه زي ما هو، وكل ما الدنيا تمطر الحيوانات تستخبى وهم يقفلوا الستاير. وجيسون من كتر الزهق اخترع لهم مصيدة بتصطاد لوحدها أي حيوان يقرب منها، وهو بيروح لأنا وبيطلب منها تحلق له شعره اللي وصل لكتفه. وجرام بيكون معدي من جنبهم، فأنا بتهزر معاه وبتقول له هخلص مع باباك وجايالك، بس هو بيديها نظرة كده اللي هو فكك مني بقى، اكمنه كبر وبقى في مرحلة المراهقة دلوقتي. لما أنا بتقول لجيسون إنها قلقانة على جرام هو مش بيهتم،
وبيقول لها إنه عامل مفاجأة ليها هي والولاد، وبيقوموا رايحين كلهم على الجراج، وبيطلع إن جيسون صلح العربية القديمة بتاعته. فجرام بيتريق عليه وبيقول له دي أكتر حاجة غبية شفتها من سنين. فجيسون بيتضايق قوي وبيقول لجرام أنت لسه عايش لحد دلوقتي بسبب اختراعاتي الغبية اللي مش عاجباك. العالم بره انتهى والكل مات من الجوع ما عدا احنا، وكل ده بسببي. فجرام بيقول له ينفع لو خلصت كل الكلام اللي عندك امشي بقى؟ في الوقت ده انا بتاخد جيسون على اوضتهم وبتقول له مش انت لوحدك اللي بتحارب، كلنا حاربنا معاك واستحملنا، بس انت بعدت قوي. كل حياتك بقت في المخزن عمال تخترع في حاجات وناسي انك اب وعندك اولاد. فجيسون بيحس انه مقصر مع ولاده فعلا، وبيوعدها انه هيقضي وقت اكبر مع جرام. وبالليل جيسون بيتخانق مع رو بسبب رسوماتها، وبيقول لها انها بتقعد كتير جدا تتفرج على الكائنات اللي بره في الدرة، وده ممكن يعرضهم للخطر. وبسبب الخناقة دي بينسوا يغطوا الإزاز اللي على الباب، فالوحش بيشوفهم. وفجأة في مية بتتكون على مقبض الباب، فبتخلي الباب يتفتح، فكلهم بيستخبوا بسرعة. وأول ما الوحش بيدخل يدور عليهم بنلاحظ إن وجوده بيبوظ الزرع والمية اللي في البيت. وبعد شوية الوحش بيخرج من البيت لأنه مش بيقدر يلاقيهم، وبيسيب الباب مفتوح لثواني. فجرام بينط وبيحاول إنه يخرج من البيت بسرعة قبل ما الباب يقفل، لكن جيسون بيمنعه. فجرام بيزعق فيه وبيقول له ليه عملت كده، دي كانت فرصتي الوحيدة للخروج. ورو بتقاطعهم وبتقول لهم إن الوحش ده كان بينزل منه مية مالحة نفس مية البحر بالظبط، ده غير إن شكله شبه الأخطبوط. وقتها رو بتفهم إن دول مش كائنات فضائية، دول جايين من البحر، عشان كده قادرين يتحكموا في المطر. فجيسون بيقتنع بكلامها وبيقول لها ممكن، كده كده 80% من المية اللي في المحيط لسه محدش اكتشفه. تاني يوم أنا بكون متعصبة جدا لأن كل الخضار والمية باظوا، حتى التربة بقت مالحة مش هيعرفوا يزرعوا فيها تاني. وفي وسط ما هي بتتكلم مع جيسون المصيدة بتشتغل وبتصطاد حيوان، فارو بتاخده وبتبقى عايزة تربيه لكن هو بيعضها، فبتتعب جدا وبتسخن. ساعتها أنا وجيسون بيخافوا عليها قوي وبيقولوا إنها محتاجة دواء ضروري لأنها هتموت، فبيقعدوا يفكروا هيتصرفوا إزاي لحد ما بيفتكروا إن جارهم اللي في البيت اللي جنبهم دكتور وأكيد عنده أدوية. بس المشكلة بقى هيوصلوا للبيت التاني ازاي؟ وقتها جيسون بيفتكر حاجة، الماسورة بتاعة الحمام مربوطة بالماسورة بتاعة جارهم، بس المشكلة إن الفتحة كانت ضيقة شوية. فأنا بتقول لهم أنا اللي هنزل. فجرام بيديها كاميرا وبيوصلها بالجهاز بتاعه عشان يقدروا يتابعوها، بس أول ما بتنزل الإشارة بتتقطع، فهم بيقلقوا عليها. لكن جرام بيلاحظ إنها بتشاور لهم من البيت التاني، فبيطمنوا عليها. وهي ساعتها بتفضل تدور على الأدوية لحد ما بتلاقيها، لكن المشكلة إن كان في وحش جوه البيت فبيطاردها، وهي بتحاول تفلت منه وبتنزل من تاني في المواسير وبتجري لحد ما بترجع البيت. وجيسون بيكسر الحيطة فوق دماغ الوحش عشان ما يعرفش يخرج. بعدها بيدوا الدواء الروح وبيقفوا يتكلموا بره، وجيسون بيقول لهم إن البيت ما بقاش صالح للعيشة وشكله هيقع عليها بسبب المطر. وقتها بيتفقوا هما التلاتة إنهم يخرجوا من هنا حتى لو هيموتوا بره، بس ما يقعدوش مستسلمين لقدرهم كده. فبيعملوا خطة وهي إنهم هيستدرجوا وحش من بره وهيبقوا عاملين فخاخ في البيت عشان يمنعوا الوحش من إنه يخرج وراهم لما الباب يتفتح. وفعلا بيبدأوا ينفذوا الخطة، ورو بتساعدهم وبيشيلوا كل الستاير اللي في البيت وبيستنوا الوحوش. بس فجأة مية مالحة كتير جدا بتنزل من المدخنة بتغرق البيت، وكل الفخاخ اللي عملوها بتبوظ من المية. لا وكمان الوحش بيدخل وبيجري وراهم. فجيسون بيقول لأنا ترمي إزازة البنزين اللي معاها على الوحش، فالوحش بيولع، وجيسون بيحاول إنه يصطاده بس مش بيعرف ينشن عليه، فالوحش بيمسكه وبيشقلبه وبيرميه وكان هياكله، لولا إن جيسون كان رابط حبل في العربية، ولما الوحش بيلمس الحبل بيلف عليه وبيكتفه. فجيسون بيستغل الوضع ده وبياخد آلة حادة وبيقربها من الوحش وبيهدده إنه لو مفتحش الباب هيموته. لكن رو بتزعقله وبتقوله أنت لو خلصت عليه مش هتستفيد أي حاجة غير إننا هنموت معاه. وقتها جيسون بيفتكر لما رو قالت له زمان إن الوحوش دول كائنات لطيفة وبيحبوها. وقتها بيقرر إنه يقطع الحبل اللي حوالين الوحش ويشوف رد فعله. فالوحش بس ساعتها بيفتح الباب وبيسيبهم يخرجوا، لكن أول ما بيطلعوا من البيت بيقابلوا 4 وحوش تانيين في وشهم. لكن الوحش اللي هم ساعدوه بيمنع صحابه من إنهم يقربوا لجيسون وعيلته. وساعتها المطر بيقف، فارو بتجري وبتطلع فوق العربية هي وعيلتها عشان يشوفوا العالم من فوق. وقتها أخيرا بيحسوا بالحرية وبيتمسكوا بالحياة جدا، وبيقرروا إنهم ما يرجعوش البيت أبدا ويعيشوا على مركب في نص البحر. وبنعرف بعدها إن الوحوش دي ما ظهرتش من ساعة ما شافوها آخر مرة، وبيسجلوا اليوم ده على إنه أول يوم في حياتهم الجديدة. ولحد هنا بقى بيخلص فيلمنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم بقى في ملخص جديد.
سلام.